تشتري الشبكة دهب ولا ألماظ؟ عايزة تختاري شبكتك صح ومحتارة دهب ولا ألماظ؟ خلي بالك الاتنين ليهم تريكس في اختيارهم وهقولك عليهم، بس في الأول أنا سلمى القزاز وده علم الجيب. الاتنين بيكسبوا مع الزمن لو حبيتي تبدلي او تغيري. اوعي تفكري ان الزيادات الكبيره في الذهب الايام اللي فاتت دي تخلينا نخاف منه. انت كده كده لو حبيتي بعد فتره تغيري هتبدلي ذهب بذهب. الخساره بس في المصنعيه، وهنا لازم تعرفي ان كل ما الذهب كان فيه شغل اكتر كل ما زادت مصنعيته. لكن الالماظ عايزه اقولك انك لو حبيتي تبيعي او تغيري على المدى القصير هتخسري، لان الطبيعي انك لما بتيجي تبيعي الالماظ بتخسري نسبه من اجمالي قيمه الفاتوره اللي انت اشتريتيها. لكن لو استنيتي عليه سنين وسعر الالماظ ارتفع، الزياده في السعر دي هتعوض نسبة الخسارة وهتكسبي كمان. خليكي عارفة ان زيادة سعر الألماظ بتكون بنسبة أقل ووقت أطول من زيادة سعر الذهب. قيمة الذهب بتتحدد عن طريق حاجتين بس، الوزن بالجرام والعيارات 24 21 و18. في الألماظ لازم تخلي بالك ان الفصوص لما بتتكسر عشان تتحط في أي مشغولات أو خواتم قيمتها بتقل جدا جدا، وده لأن سعر وقيمة الألماظ بتتحدد على حسب الفور سيز: كات، كلاريتي، كارات ويت، وكالر. كمظهر بقى الألماظ أغلى من الذهب وأقيم، وناس كتير بتفضله لأنه مور كلاسي. قبل كل ده لازم تختاري جواهرجي ثقة واسألي عليه كويس. لو عايزة تعرفي أكتر إزاي تشتري شبكتك الألماظ استنيني في الفيديو اللي جاي. قوليلي في الكومنتس اخترتي شبكتك إيه، ذهب ولا ألماظ؟